ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده عباره عن لايف انا كنت عامله للمشتركين في الكورس بتاعي، بحاول اشوف المشاكل اللي بتواجههم واحلها، فاتفرج وان شاء الله انت كمان تستفاد. ولكن قبل ما ابدا، لو انت فعلا بتستفاد من اللي انا بقدمه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بينا. بالنسبه لللايف بتاع النهارده هتكلم اكتر في حاجات تكنيكال جوه بلندر للناس اللي رفعت الفايلات بتاعتها و... وهتكلم في حاجه هي ما اتسالتش ولكن شفتها في ديسكورد، حاجه ليها علاقه بالموديل يعني. فنبدأ بقى. تمام، دلوقتي الفايل ده، عبد الرحمن كان رفع الصورة دي وكان بيسأل ازاي يعمل الموديل ده، والموديل ده فعلا تريكي وممكن يبقى صعب لمعظم الناس، لان هو فعلا يعني في حتة تركاية معينة لو عرفتوا تحلوها الموضوع هيبقى سهل جدا. فتعالوا كده نتكلم في الموضوع ده. طيب، بالنسبة للموديلنج، هتلاقي دايما وانت قاعد بتعمل موديل في حاجات انت فجأة تلاقي دماغك كده راحت خبطة كده، اللي هو انت مش فاهم حاجة خالص ومش عارف ازاي تحلها. والموديل ده بالذات فيه الجزئية دي، لان هو في حتة يعني صعبة شوية او جديدة عليكم يعني. الموديل ده لما تيجي تبص له هتلاقي ان هو فيه المشكلة الرئيسية ان هو الجزء اللي تحت ده اسمه ايه ده، يعني عبارة عن سيلندر سموز ناعم جدا، وفجأة في في الاخر كده الجزء ده بقى حاد جدا كده وفي كيرف. فدول شكلين غير بعض تماما يعني، يعني حاجتين ما لهمش اي علاقه ببعض لما تيجي تبص. فبنحل الموضوع ده ازاي؟ بنحل الموضوع ده ان احنا قبل ما نبدا الموديل ن... يعني نفكر فيه قبل ما نبدا نشتغل. في مثل انا بحبه جدا هقوله لكم قبل ما اعمل الموضوع ده، مش فاكر كان مين اللي قاله، ولكن اللي هو لو انت هتديني 6 ساعات عشان اكسر الشجره، هقعد 5 ساعات بقعد اشارب، او ان انا اخلي السكينه تبقى حاده. فده اللي احنا هنعمله، ان انت قبل ما تبدا الموديل حدد بس او يعني اشرح يعني افهم الموضوع يعني. طيب، الجزء اللي تحت ده سلندر ناعم، الجزء اللي فوق ده هنبص هنشوف ده كام فيس. كام فيس؟ طبعا لو جيت تبص هتلاقي هنا 1 2 3، وفي 3 اخواتهم ورا اللي هو اللي في الجزء اللي ورا، فكده 6، وفي 2 هنا يمين وشمال، فكده 6 7 8. فده كده سلندر 8 اضلاع. حلو. طيب، ال8 اضلاع دول اللي هم هنبص لهم هنتخيل الفيرتسيز ان هي هنا. ده كده 1 2 والتلاتة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية اللي أنا قلتهم. تمام، دول كده هم، فدول هيتربطوا ببعض. طيب، في جزء اللي هو نازل لتحت ده، فده برضو فيه فيرتسيز اللي هي هنا دي. تخيل ان هنا في فيرتسيز عشان تقدر ان انت بعدها لما تعمل الموديل يبقى فيه النعومة دي. فكده احنا عندنا 8، والتمانية اللي في النص يبقى كده كام؟ 16. نبدأ بقى ان احنا نشتغل في الجزئية دي. طيب، تعالوا بقى نمسح اللي انا عملته ده وافهمكم انا ليه فكرت التفكير ده. هنيجي هنا كده، هنبدا سلندر شيفت ايه سلندر. حلو. طبعا لما بتيجي تنزل السلندر بتاعك هو بينزل بيطلع لك التابه اللي على الشمال دي، وهو كاتب لك ان الفيرتسيز 32. 32 ده الديفولت. تمام، 32 فيرتسيز اللي هم الخطوط اللي انت شايفهم دول، الفيرتسيز اللي فوق واللي تحت، فكده توتال 82 32. احنا قلنا لما جينا نحسبها قبل ما نبدا نشتغل ان هم 8 و8 16، فانت هتيجي هنا وهتروح كاتب الفيرتسيز ان هم يبقوا 16 اللي انت قررت ان احنا هنعمله. حلو. نقفل ده بقى ونبدا نشتغل في الاتجاه ده. انا بس هجيب الريفرنس بتاعي ده في الحته دي عشان ابقى قاعد شغال. طبعا في الاول هنبدا شغل عادي جدا اللي هو اللي انتوا حافظينه، اللي هو بنظبط كده الموديل بتاعنا كحجم، ونيجي هنا كده ونطلع ده لفوق لحد هنا بقى نبدا نفكر ونبدا ان احنا نتكلم. تمام. طيب، لو جينا في الفيرتسيز وجيت هنا كده في الواير فريم، شايفين الجزء ده بقى اهو، ده الجزء اللي تحت هنا، او هخلي ده الجزء اللي فوق اللي هم دول. تمام، هنتخيل ان ده النقط اللي فوق بتاعتنا، وهنيجي بعدها واحنا ماسكين الفيس ده نعمل الاكسترود التاني اللي بعدها الموديل هيصغر فيه. اكسترود كده، وبعدها الموديل بتاعنا هيصغر بالشكل ده كده. حلو. تمام. طيب، تيجي هنا بقى كده دلوقتي، لو جيت تبص هتلاقي ان انت عندك الجزء اللي هو اللي نازل لتحت ده اللي هو الفيرتسيز اللي انا زودتها في النص، عشان لما تيجي تعمل كده لتحت او لما تيجي تنزل ده كده لتحت يظبط معاك، يعمل الكيرف اللي انت شايفه ده. فتعالى نعمل الجزء ده في الموديل كله ونرجع نتكلم تاني. هنمسك الجزء اللي هنا ونمسك اللي هنا واللي هنا. لو جينا نبص هنلاقي ان في كمان دي واختها الناحيه التانية كده. حلو. فلو جيت دلوقتي هنا رحت
دايس جي زد ونزلت، هتلاقي ان انت كده عملت الشكل بتاعك مبدئيا. حلو قوي. طيب تعالوا كده، مش مشكله، مش هعمل سيف. ماشي. فلو جيت دلوقتي طبعا رحت انت جاي في الموديفاير ورحت دايس على سب ديفيجن سيرفيس، هتلاقي الموديل بتاعك شكله حاجه يعني استغفر الله العظيم. وده انتوا عارفين السبب بتاعه طبعا، لان الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت. فاحنا الجزء اللي تحت هنروح عاملين اي بالمنظر ده كده، وهنحط كنترول ار لوب كات في الشكل اللي تحت ده، وممكن هنا نروح عاملين اي تانية جوه بالشكل ده كده. وفي الحته اللي فوق دي برضو هنعمل نفس الكلام، الاي اللي هنا انسرت كده، وانسرت تانية جوه، ونعمل كنترول ار فوق بالشكل ده كده. حلو. هيجي بقى الجزء اللي في النص. حلو. ده هنعمل فيه ايه بقى؟ هنا المشاكل كلها هتبدا تظهر هنا على فكره، يعني انتوا هتبقوا كل ده قاعدين شغالين عادي، المشاكل هتبدا تظهر في الحته دي. هفتح لكم الاختصارات عشان كان في حد طلب اهو. تمام. هنا بقى هنبدا نشوف الكوارث. طبعا لو جينا في الجزء ده عشان بس نقفشه كويس، هنعمل كنترول بي بيفل كده بالمنظر ده. حلو. والسب ديفيجن هنعليه ونعمل رايت كليك شيد سموث. حلو. طبعا هنمسك بقى الجزء ده اللي هو الكيرف. شايفين الكيرف بقى ناعم ازاي؟ طبعا هنظبطه اكتر، ان احنا هنمسك الكيرفات كلها بتاعتنا اللي هي هنا كمان واختها اللي قدام، ونبدا نظبطهم. طبعا الخط انتوا شايفينه هو اللي هو الخط الاسود، لان في السب ديفيجن الموضوع بيبقى مختلف. اللي هو الخط ده هتدوس دلوقتي كده جي زد، هتلاقوا اللي هو الخط ده شايفينه الاسود ده بعد السب ديفيجن، ونمسك كل اللي فوق ونروح مطلعينهم لفوق كده. حلو. فهتلاقوا الشكل ده. ماشي. هنا بقى الدنيا تبدا ايه؟ الفضايح او الكوارث تبان. فدي بقى نحلها ازاي؟ تعالوا نشوف نقدر نحلها ازاي. طبعا اول ما تيجي هنا كده هتلاقي ان انت نجيب الموديل بتاعنا هنا كده على اليمين، هتلاقي ان انت الموديل هنا شارب حاد قوي، وانت الموديل بتاعك هنا مش بالمنظر ده. فاللي هيجي في بالك على طول ان انت تعمل كنترول بي او بيفل، فتروح دايس الت وتمسك ده كده، وهتروح دايس كنترول بي بالمنظر ده. هتلاقي الكارثه دي او هتلاقي الفضيحه دي، انا بقول عليها فضيحه. ودي حاجه طبيعيه جدا ان انت تلاقيها في السلندر او في الموديلز اللي زي دي، لان انت عايز الجزء اللي فوق ده يبقى شارب كده. انت عايزه كده، ولكن الجزء اللي تحت ده ذنبه ايه؟ الجزء اللي تحت ده ناعم، انت مش عايزه كده. فهنا بقى بنبدا ان احنا نشتغل بقى. عايزك تعالوا نشتغل على دي. عايزك تمسك الموديل ده من هنا ومن هنا ومن الحته الثانيه اللي هنا، وتروح دايس كنترول بي، نفس اللي احنا هنعمله كنترول بي بالمنظر ده كده. حلو. هتلاقي وبعدها تدوس رايت كليك عادي جدا، والليفل اوف فيو بورت بتاع السب ديفيجن عليه كمان عادي. هتلاقي ان هو ظبط معاك، ما فيهوش اي مشكله خالص. تمام. ولكن في مشكله انت مش شايفها، بس هو في مشكله. احنا متعودين ان كل حاجه بتبقى كوادز، الفيسز بتاعتنا كلها بتبقى كوادز. حلو. فلو جيت تبص هنا هتلاقي ان ده مش كواد، يعني هتلاقي ان ده، شايفين ده عباره عن تراينجل، لان هو الايدجز بتاعته 1 2 3. نفس الكلام اخوه اللي على يمينه اللي هو ده 1 2 3. ونفس الكلام ده الفيس ده 5. لو جيت كده هتلاقي 1 2 اللي هو الصغير ده، 3 4 و5 اللي هو اللي تحت. طيب الشكل ده هنا بقى ركزوا في الحته اللي انا بقولها دي. الشكل ده بالظبط كده كمنظر كتوبولوجي ممكن تلاقوه كتير جدا في اي موديل، وطريقه حله هي طريقه اسطمبه كده محفوظه، يعني انتوا احفظوها. طيب ايه اللي بنعمله؟ شايفين اللي في النص ده، الايدج اللي في النص ده بنمسكه، اللي هو اللي عامل التراينجل، بنمسكه بندوس كنترول اكس بنخفيه. تمام. كنترول اكس عشان نعمل ديليت ويختفي ما يبقاش موجود كده. انت ده خلاص بقى كواد ب4. واللي تحت ده بتمسكه جي او بتمسك ده وبعدها تمسك ده وتدوس ام اللي هو ميرج ات سنتر، يعني بتعمل ميرج الاثنين في السنتر. بتلاقي ان الدنيا بتاعتك التوبولوجي بقت مظبوطه 100%. في حاجه ساعات الناس بتعملها لو التوبولوجي بايظه، هي دلوقتي مش بايظه قوي، هي دلوقتي مظبوطه، ولكن بيروحوا ماسكين دي كمان وبيطلعوها لفوق عشان الموضوع يبقى انعم، يبقى الموضوع التوبولوجي ماشيه مظبوطه 100%. شايف اللي انا عملته ده؟ الشكل ده احفظه كويس جدا، لان ده انت هتحتاجه كتير قوي في حياتك عامه، يعني الشكل ده. فبالمنظر ده انت حليت المشكله خلاص، اللي هي ان انت ازاي تعمل موديل زي ده ولكن يبقى اللي تحت سموز 100% واللي فوق شارب بالمنظر ده. عشان انت هتقابل كتير جدا الحته دي، تقابل عندك موديل في حته سموز وحته ثانيه شارب في نفس الموديل. فدي طريقه الحل او دي حاجه من طرق الحل يعني. طيب نفس الكلام اللي انا عملته ده بالظبط بيتطبق في الحته بتاعتنا دي، نفس الكلام بالظبط. حلو. طيب
ولكن هنا تقريبا انا عملت حاجه غلط في ايوه ماشي. انتوا هنا لو جيتوا تبصوا هتلاقوا ان اصلا هنا لو انا دوست جي في فيرتسيز فوق فيرتسيز، معرفش ده اتعمل ليه، ولكن انت بتمسكوا الاثنين ام باي ديستانس هتلاقي ان في، او اقول لك حاجه ام ات سنتر هتلاقي ان خلاص دلوقتي بقت واحده. تمام. ونفس الكلام هنا هتروح عامل كنترول اكس كده بالمنظر ده، وده ممكن تنزله لتحت او تسيبه عادي، هو اوريدي مش هيبقى عامل مشكله يعني. احنا الدنيا هنا كلها مظبوطه اهي، كوادز زي الفل، والموديل بتاعنا زي العسل. حلو. بس هشوف لو عملت كده تمام. فده يعني سريعا حل الحته دي، عشان عبد الرحمن كان سأل عليها يعني. ودي حاجه طبعا نفس الكلام ده بقى زي الشطار كده هتعملوه في بقيه الموديل. تمام. دي حاجه بنسميها دونكي وورك، ان انت خلاص حفظت الطريقه وانت قاعد عمال بقى تكررها في بقيه الحاجه، ولكن هتديك الشكل اللي انت عايزه بالظبط. حلو. طيب ده كده بالنسبه للموديل ده. انا مش هضيع وقت الفيديو بتاعنا او المكالمه بتاعتنا ان احنا ايه نعمل بقيه الحاجه يعني. تمام ماشي. ده بالنسبه لده خلاص. بالنسبه للسين بقى نفسه، اتوقع ان دي حاجه ممكن يعني نتكلم فيها في فيديو تاني. مش يعني كنت عايز اخش في اسئله تانية، ولكن خلوني ماشي. تعالوا يلا بينا. شفتوا انا بحبكم ازاي. تعالوا بص. في سين زي ده عشان تعملوا الرمله دي في طريقتين. ماشي. الطريقه الاولانيه ان انت تدوس، طبعا هي بلين، هي ارض. بص ال 3 دي عامه وانت قاعد شغال، بص على اي حاجه في الدنيا ان هي حاجه سمبليفايد. بص على اقل حاجه فيها هي في الاساس كانت ايه. تمام. فهتدوس شيفت ايه بلين. تمام. والبلين ده هننزله تحت كده على الارض سريعا، وهنكبر البلين بتاعنا ده. تعالوا كده نرجع الحته دي، والبلين ده نيجي هنا كده رايت كليك سب ديفايد، ونعمله سب ديفيجن كذا مره، مثلا 50 مره مثلا، ممكن 100 كمان او 50 مش مشكله. تمام. وهنعمل ابلاي سكيل. وهنا بيجي دور حاجه كده في بلندر اللي هي الموديفايرز، انتوا عارفينها. اد موديفاير في جنريت هتلاقوا كلمه ديسبليسمنت. هي راحت فين؟ ديسبليسمنت. ايه ده لغوها؟ هي في ديفورم هتلاقوا ديسبليس. تمام. فهتدوسوا على ديسبليس دي وهتدوسوا على كلمه نيو. تمام. وبعدها هتيجوا هنا كده في ايمج هتلاقوا حاجات كتير. ماشي. لو جينا هنا على كلاودز هتلاقوا ان انتوا هنا بتقدروا تعملوا الاشكال دي. شايف السايز ده بيعدل في شكل التكتشر. عشان تفهم التكتشر دي اصلا شكلها ايه، شايفين الصوره اللي هي اللي قدامي دي صوره ابيض واسود. البلندر بيفهم الالوان كده، بيفهمها ابيض واسود، الابيض اللي هو 1 والاسود اللي هو 0، فهو بيفهمها بالشكل ده. فدي بالنسبه له الارض بتطبق عليها التكتشر اللي انت شايفها قدامك دي. فانت لما تيجي تدوس 2 بتبقى كده، الاسود ده معناه ان الارض هتبقى تحت، الابيض ده معناه ان الارض هتبقى فوق. فالجبل بتاعك ده بيتكون بالشكل ده، او الرمله بتتكون بالشكل ده. وبتيجي هنا كده لو رجعت في الموديفاير في الستانس تقدر ان انت تعلي او توطي في شكلها. دي طريقه طبعا عشان توصل ان هي تبقى حاجه مناسبه للريفرنس بتاعك بالملي. مش هتيجي بالشكل ده. الشكل ده بيديك اشكال عشوائيه. طبعا في حاجات كتيره جدا بقى، في فورونوي اللي هي الرمال اللي هي الكثبان الرمليه اكتر بتبقى شكلها عامل كده. طبعا لو جينا هنا كنترول 2 رايت كليك شيد سموث هيديك الشكل ده يعني. فده شكل رمله واضح وصريح. تمام. فالشكل اللي قدامك ده او الطريقه اللي هي بتاعت الديسبليسمنت موديفاير دي مفيده جدا، لان هي يعني فيها زي تكتشرز جاهزه بتديك نتائج سريعه بالشكل ده. تقدر ان انت تعلي فيها تقلل فيها، وتقدر ان انت تتحكم فيها بكل الطرق. وفي حاجات كتير قوي لو قعدنا يعني نلعب مش هنخلص. حتى كل حاجه مثلا ماسجريف تكتشر ده جواه اوبشنز تانية يعني. النويز بيزز ده في فورونوي، والفورونوي ده تقدر تعلي في السايز وتوطي في السايز. فعيشوا حياتكم في ان انتوا تجربوا كل الحاجات دي عشان توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها. تمام. ده بالنسبه لموضوع الرمله يعني. طبعا موضوع الرمله ده برضو في طريقه تانية خالص، ان انت بعد ما انت عملت كده تيجي في الفيرتسيز بتاعتك دي وتشتغل بالحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هو يمكن انت نسيتها، ان هي البروبورشنال اديتنج. البروبورشنال اديتنج لو مسكنا كده الجزئيه دي بتاعت البروبورشنال اديتنج، ومسكنا مثلا الفيرتسيز دي وطلعنا كده الفيرتسيز دي لفوق، وبعدها مسكناها تاني ونزلنا كده لتحت، هيديك الشكل اللي هو ده، الشكل اللي هو اللي عامل كده. طبعا هو مش مديوني دلوقتي لان هو متاثر اكتر بالديسبليسمنت، ولكن لو طفينا الديسبليسمنت هتفهم انا قصدي ايه. هيديك الشكل ده، وتقدر بعدها ان انت بتنحت الارضيه بتاعتك بالشكل ده. بتبدا ان انت تعمل
كده عشان تنحت الارض بتاعتك وتبان ان هي حاجه اورجانيك. صعوبه الحاجات اللي هي الرمله والحاجات دي كلها ان هي حاجات طبيعيه جدا، يعني حاجات سبحان الله هي اورجانيك. فاللي هو انت عشان تعملها بتحتاج ان انت فعلا تبقى بتعمل حاجه اورجانيك، انت قاعد عمال تلعب عشان يديك الشكل اللي انت عايزه. حلو. وفي طريقه ثالثه طبعا زي ما انتوا كاتبين اللي هي السكالبتنج، ولكن انا يعني مش من مدرسه السكالبتنج قوي، مش بحتاجها قوي، ان انت تنحت بقى الموديل بتاعك. ودي برضو طريقه صح ان احنا نقعد ننحته بالشكل ده. تيجي هنا كده فوق في السكالبت مود بدل اوبجكت مود، تيجي في السكالبت وتقعد تنحت. ولكن يعني انتوا جه في بالكم فكره النحت، ولكن انا حاسس ان احنا ممكن يعني نوصل للنتيجه دي من غير النحت عادي جدا. حلو. وليه برضو ممكن نوصل لها من غير النحت؟ لان اصلا في البروبورشنال اديتنج في اوبشنز كتير قوي هنا. شايفين الحاجات دي؟ الطبيعي بتاع البروبورشنال اديتنج ان هو سموث، اللي هو الكيرف بتاعه سموث كده. في حاجات بقى اللي هي هنا مثلا شايفين كلمه راندوم دي، هو بيمسك ده كده وبصوا اللي هو بيعمله. يعني تعالوا على جنب كده ونيجي هنا كده وندوس جي زد، شايفين اللي هو بيعمله؟ هو بيراندمايز اللي حواليهم كلهم ان هم يطلعوا بشكل عشوائي بالشكل ده. ده اوبشن. في اوبشن تاني ان هو بيطلع لك الحاجه كده ان هي تبقى لينير. في بقى حاجات شارب ان هي بيطلعها بالشكل ده، بيطلعها كده. والحاجات دي كلها هو كاتبها قدامك عامه، يعني سفير ان هو يطلعها لك بالشكل الكيرف الناعم قوي ان هو يطلعها كده، شايفين؟ فانت الحاجات دي كلها لما بتستخدمها بالطريقه دي بتقدر ان انت تطلع الشكل اللي انت عايزه في الاخر، يعني اللي هو اللي احنا شايفينه كريفرنس قدامنا هنا. طيب تمام الدنيا تمام. حلو. بالظبط. هو انا بالنسبه لي بروبورشنال اديتنج دي افضل في الحالات اللي زي دي. يعني حاسس ان السكالبتنج ممكن يبقى اصعب شويه، ويعني انت ممكن توصل، يعني الهدف ان انت توصل للنتيجه باسرع طريقه وباحسن طريقه، مش ان انت تتعب نفسك يعني. ماشي. طيب بالنسبه للصخور والماتيريالز اللي دي كلكم هتسالوا عليها، وانا عارف ده كويس جدا. في حاجات كتيره قوي عشان تجيب الماتيريال بتاعتك او عشان تحط الماتيريال بتاعتك. انا بفضل الطريقه اللي هي بتاعت كويكسل بريدج، وهقول لكم على الطريقه هنا، ولكن في الكورس اصلا انا كنت هشرحها، بس هقول لكم دلوقتي عشان لو انتوا عايزين تعرفوا يعني. ماشي. في حاجه، تعالوا كده نخش على جوجل ونكتب كويكسل بريدج. لا، كويكسل بريدج. حلو. كويكسل بريدج. ماشي. عايزكم كلكم تخشوا على الموقع ده، تمام، ودوسوا على داونلود بريدج. حلو. هينزل لكم ابلكيشن او هينزل لكم برنامج. بعد ما ينزل لكم البرنامج ده هتلاقوه بالشكل ده كده، بريدج. تعالوا نرجع تاني، بنفتح البرنامج بس واوريكم شكله عامل ازاي. هينزل لكم البرنامج ده، تمام. طبعا هو هيقول لك ان انت تعمل لوجن. البرنامج ده في الاساس بفلوس، ولكن عشان تاخده ببلاش لازم تبقى عامل اكونت ايبك جيمز. ماشي. اللي ما يعرفش ايبك جيمز، انت هتيجي هنا كده برضو تروح كاتب ايبك جيمز وتعمل اكونت على ايبك جيمز ببلاش. يعني انت بتعمل عادي اكونت على ايبك جيمز، وبعدها بتعمل لوجن هنا من ايبك جيمز الاكونت اللي انت عملته كده، هتلاقي كل حاجه اتفتحت لك ببلاش. دي مش سرقه ولا حاجه، ده طبيعي، هم اللي عاملين كده. حلو. تمام. الهدف بقى من كويكسل بريدج ده ايه؟ كويكسل بريدج ده لما تخش هتلاقي ان دول ناس مجتهدين جدا، مطلعين لك ماتيريالز ومطلعين لك موديلز ومطلعين لك كل حاجه فوتوجرامتري، اللي هو مطلعينها متصوره معمول لها سكان من الاخر، تمام. فهتلاقوا حاجات غريبه جدا، يعني هتلاقوا مثلا عنب، هتلاقوا فرخه، هتلاقوا حاجات كتير ممكن تحتاجوها. جزء من الحاجات اللي احنا هنحتاجها دي لو جينا نعمل سيرش هنلاقيها ساند، تمام. لو جينا في الساند دي هنا مثلا هتلاقوا بقى اوبشنز كتير قوي للماتيريالز بتاعتنا. لو جينا هنا الساند دي انا بستخدمها دايما، هتلاقي ان انت تقدر ان انت تروح عامل لها داونلود، وهو هيطلب منك تعمل لها داونلود الاول زي هنا كده مثلا. فانت دوس على داونلود، ليك الاوبشن ان انت تعمل 2K او 4K او 8K. وبعد ما تعمل الداونلود هتلاقي اوبشن اكسبورت، تمام. برضو عشان ممكن تعطلوا في الحته دي، اكسبورت ده عباره عن بلجن هتمشوا وراه، هتلاقوا ان انتوا ينفع تعملوا داونلود لبلجن كده ان هو يعمل اكسبورت لبلندر. لما بتدوس اكسبورت بيروح رايح على بلندر على طول عندي، ولكن هو دلوقتي هيعمل ايرور لان انا فاتح نسخه غير اللي انا بشتغل عليها في العادي. ولكن عشان برضو تبقوا فاهمين، بعد ما يعمل اكسبورت هتيجوا عادي جدا في الماتيريالز بتاعتكم، هتلاقوا سبحان الله الماتيريال موجوده هنا. فمجرد ما بتدوسوا على الماتيريال هتلاقيها ظهرت وبقت موجوده والدنيا كلها بقت تمام. ماشي. وعلى فكره هتلاقوني يعني شارح الحته دي في اليوتيوب في اخر فيديو اللي هو اللايف اللي انا كنت عامله وعملت الموضوع ده. يعني نفس الكلام بالظبط في الروكس اللي هي الصخور. الصخور لو جيت هنا في كويكسل بريدج
وكتبت روكس، هتلاقي انا بالنسبه لي كويكسل بريدج ده احسن مكان فيه صخور واحسن مكان فيه الحاجات دي، هتلاقي كل الروكس اللي انت محتاجها، لانه قليل قوي 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 لما تلاقي حد بيعمل الصخره دي بنفسه، لان احنا مش مطالبين ان احنا نعمل كده. في ناس طبعا شغلها ان هم يعملوا الروكس دي بنفسهم، ان هم بيشتغلوا في الجيمز او الحاجات دي، ولكن احنا محتاجين صخره وخلاص، مش محتاجين صخره محطوط عليها وش يعني. فتمام يعني نفس الكلام، بتروح جاي هنا تعمل داونلود وتعمل اكسبورت. فده الموضوع بتاع الفايل ده. اتمنى ان انتوا تبقوا استفدتوا من اللي انا اتكلمت فيه دلوقتي يعني.